السيارة هذه عندنا من فترة طويلة، سنين وهي واقفة هنا محلها وما تحركت. يقولون ان السيارة اول ما تطلع من الوكالة تخسر من قيمتها، لكن في سيارة واحدة بس تحافظ على فلوسك في صرفية البنزين افضل من اي سيارة ثانية. هوندا سيفيك مع محركها الجبار بتقنية الفتك اللي تقدر تدخلتها اي سباق وانت مرتاح البال. طبعا والسيارة اللي عندي تالف، لا محرك لا بديء، الوضع فيها مرة ديزاستر. هذه المفروض تشليح، بس انا قررت اني ارد هذه السيارة واخليها جديد. طبعا اول خطة علينا انه لازم نشيل السيارة من هذا المكان وننقلها للجراج هناك. فالشالنج هو انه كيف نشيل السيارة من الحالة اللي هي فيها. يعني السيارة ليترلي ما اعرف لكن راح اقدر بالحالة اسويها ولا لا، لكن ورث ان نحاول نندفها بالحالة ونشوف. السيارة ما تتحرك يا بس بدأت تتحرك تمام. بصراحة قلت مستحيل اقدر احرك السيارة من مكانها لوحدي، فاستعنت بالبعض وربطت الحبل في المكان الصح عشان اسحبها. بس المشكلة اني كنت برضو لحالي، السيارة ما كان فيها ولا واحد جالس. جلست احاول لين الحمد لله جاني عامل بالصدفة وساعدني. بعدها رجعت ارتب الجراج واجهز عشان نبتدي الشغل الجدي على الموتر. فترة طويلة السيارة ما حد يدري عنها، الا انا متأكد منه ان الماكينة هذه حقتها ضاعفة، يعني فيها عامل كرنك خربان. اذا تبغى تعرف كيف عامل الكرنك يشتغل او حتى كيف يخرب، لازم اول ندخل في قلب الماكينة ونشوف كيف المحرك نفسه يشتغل. اول باب يدخل منه الهواء هو مدخل الهواء نفسه، او زي ما نسميه بالعامية قربة الهواء. يمر الهواء على الفلتر عشان يصفيه من اي غبار او شوائب. بعدها يتجه بكل نغاء الى الثلاجة الانتيك. في نفس اللحظة البنزين يبدأ رحلته من التانكي اللي ورا، يمر على فلاتر الى ان يصل الى الانجكترات في نهاية الانتيك، مستعد انه يلتقي مع الهواء. يفتح الفالف، يدخل الهواء والبنزين مع بعض، والبستم ينزل بكل قوته للاسفل ويسحب اكبر كمية ممكنة من الخليط. فجأة الفالف يقفل والبستم يطلع فوق، يضغط الخليط في مساحة صغيرة جدا. وهنا يجي دور البوجي، شرارة سريعة، انفجار قوي يهز غرفة الاحتراق. القوة هذه تدفع البستم للأسفل وتنتقل عبر ذراع التوصيل لعمود الكرنك، فيبدأ الكرنك بالدوران، والدوران هذا هو نبضة حياة المحرك. والحركة تتكرر مع كل بستم في الماكينة، وكل نبضة تشغل المحرك. لكن انتبه، أي خطأ بسيط في هذه العملية ممكن يكون كفيل بإنهاء حياة عمود الكرنك. فهذه لازم نطلعها برا، واسهل طريقه حق نطلعها برا لازم نطلعها مع الجير، وبعدين نبدل الجير برا مع الماكينه الجديده ونسقطها مره ثانيه. لازم اول شيء نفك الكبوت، نرفع السياره كلها كامله بالكفرات، بعدها نبتدي نفكك في الاجزاء دي كلها ونطلع الماكينه. كل شيء حديد في حديد، من المطر اللي جاء عليها وكل شيء جاء عليها، فصار الوضع في السيارة تالف. شوفوا كيف الوضع صار، يبغان هذا كله نرده إليه شبه وكالة. الأمور طلعت أعقد من ما توقعت، الوضع فيها السيارة تعبان مرة. يا حبيبي يا حبيبي، طلع البريك ما في الا بلط واحد. السيارة هذه البريك حقها البلط اللي تحت ما موجود. هولي سموك، يعني اللي كان يسوق هذه من قبل كان يسوق السيارة والبريك ما في الا بلط واحد في الكليبر.
شوفوا هذا كليبر، هذا هو المسؤول عن البريك، اوكي. فهذا البستم يطلع هنا ويمسك الفحمات، هاي فحماته هنا داخل. هذا كان مفتوح، الحمد لله ما جبنا العيد. الحين لازمنا هذا الوحش حق نبطل البلوت هذولي. طبعا بدون هذا في تشالنجز كثير بيكون في وجهنا. اشوف كيف. بما اننا خلاص فتحنا الكليبر من الجهتين صار الموضوع اسهل بكثير، لكن مهم جدا نرجع كل بلوت مكانها عشان ما تضيع ونضمن التركيب بعدين. وبعدها ننزل تحت السيارة وهنا يبدا الشغل الصح. لازم نفك العكس من الجير، كل اللي نحتاجه سكروب كبير نحطه بين العكس والجير ونضغط عليه بقوة، بوم، يفك معانا بكل سهولة. كذا صار العكس مفكوك بالكامل. كل اللي باقي اننا نسحبه بشويش وراح يطلع معانا زي السلام عليكم. الحين جاء وقت تنظيف الساحة تحت الكبوت. اول خطوة نشيل البطارية من القاعدة والاشياء اللي حوالينها مثل القاعدة حقتها وغيرها. اوكي الحين لما شلنا البطارية وشلنا القربة بدأت الامور توضح لنا اكثر، بس باقي الحين نبطل الراديتر، بعدها نبطل الضفيرة كاملة ونشوف وين نوصل. بعدها نبدأ بالقطع السهلة اللي تفتح لنا مساحة وتخلينا نشتغل براحة. بدينا بفك الراديتر والمروحة وبعدها على طول الهيدرز. رحت للجهة اليمين وفكيت علبة الباور مع السير والديلوما. وهنا لازم اتأكد ان كل شيء واضح قدامي عشان المرحلة الجاية تكون اسهل واسرع. الحين فكينا الضفيرة خلاص كاملة، نسعنا الوايرات كلها. هذه الوايرات فككناهم من عند البواجي، من عند الانجكترات، من هنا من ورا الين الحساسات اللي ذي الجهة كلهم، مع في وايرات تجي هنا على المراوح. طبعا فكينا مروحة واحدة، الراديتر هذا هو ما شلنا كله. وباقي عندنا الحين الكمبرسر، نفك هذا حق التعشيق، في هذا الواير اوريدي فكيناه، وباقي هذا بس في كلبسه هنا. طبعا شوي صعب فكه بس ما عليه يجي. almost done يعني ما باقي له خفايف بس. في كراسي الماكينه، كراسي الجير، بعدها خلاص نطلع الماكينه برا. هللويا البرو. طبعا لا تسألني كيف جبت الماكينه، رحت دبي شريت المحرك وحطيته في شنطة الانترا، والحين جا وقت نطلعها من الشنطة. ونفس التحديات اللي واجهتني وانا ادخلها داخل الشنطة واجهتني الحين وانا اطلعها منها، لكن المحرك باين عليه نظيف. بعد ما شبكنا الماكينة بالكرين وتأكدنا ان كل شيء مربوط مضبوط، بدأنا نرفعها بهدوء شوي شوي. هنا لازم العين تكون مفتوحة على كل زاوية، لأن أحيانا يطلع لك شيء صغير ما تنتبه له زي هوز أو فيش كهرباء ويصير ماسك في الماكينة. وأنا أرفع لاحظت إن في شد خفيف في الجهة الخلفية، طلع فعلا في واير مخفي لازم ينفك، فكيناه وكملنا رفع. ومع كل سنتيمتر تطلع فيه الماكينة كنت أتأكد إنها ما تحتك بشيء. هم الراديتر لازم يطلع بالكامل من مكانه، ما كنت ناوي اطلعه كامل لكن الحين تغيرت الخطة. واخر شي نفكه المفروض الكمبرسر ونقول كل شيء جاهز وخلاص. بصراحة لحظة خروج الماكينة من مكانها تعطيك احساس رهيب، تحس انك انجزت اصعب خطوة في المشروع. مع شغل الفريق والمساعدة من الزميل مرتضى الأمور مشت بسهولة وأكثر من ما توقعت. طلعنا الماكينة من السيارة. هذه الماكينة الجديدة اللي جبناها من دبي، وهذه الماكينة القديمة. يعني حتى تشوف الفرق، فرق الزيوت، فرق ان هذه الماكينة كانت مفتوحة من قبل ومصمغة. عندنا حتى الراس هنا نفس الكلام، الراس هذا هنا كان مفتوح وكله تنسيم. وهذه الماكينة الجديدة لو نشوف هنا كل شيء تقريبا بحالة الوكالة. طبعا هذه ورد اليابان وهذه سعودية. طبعا الحين اول شيء بنسويه نبغى ننقل الاغراض من الماكينة القديمة الى الماكينة الجديدة، منهم الجير. لازم الحين نرفع الماكينة هذه، نبطل الجير الداير حقه كامل، كلهم نركبهم في ذي الماكينة. بعدين نشوف الاشياء الثانية عندنا مثل هذا الهوز
من الماكينة هذه مقطوع، لازم ناخذ الهوز القديم. في كذا قطعة لازم تنفك من ذي الماكينة إلى هذه الماكينة. بدينا بالمهمة الثقيلة، الجير أول شيء، لأنه معقد شوي بفكه. جلست أفك البلوط اللي داير مدار الجير وموصله بالماكينة، وبعد محاولات فوق وتحت وأخيرا بدأ يتحرك معاي وطلع. نزل الجير. هذا الجير من داخل، شوف كيف. وهذا الماكينة، هذا الكلش جريت سكسس. وعندكم الديسك حق الكلش، في بلوت ماسكتنا هذا، وفي 6 بلوت حوالين الكلش كله كامل، لكن بلوتهم هذه النوع حقها معين، يعني مش البلوت العادية. في هذا هو المفروض رقم 10، لكن هذا السداسي حتى لو تحطه هنا السداسي هذا ما يدخل، لازم تشوف له واحدة مشرشرة مثل كذا تجي. شوفوا كيف الفرق. فحصلت لي، ظليت مساق على ادور في العدة هذه، المفروض خلاص امورها طيبة. شوفوا كيف دخلت. الحين علينا نفتح الكلش كامل، بعدها في 6 بلوت نفس هذولي نفكهم حق نفك الصحن، خلاص ترانسفير. وهنا يجي التحدي الحقيقي. احيانا العدة عندك ناقصة، لازم تخترع لك حل من عندك عشان تكمل الشغل. وانا حرفيا جربت كل حركة عشان افتح الكلش واثبت الماكينة. طفت علي الكاميرا والمجاني اصور لكم اللي سويته. طبعا اني قلت الاغراض اللي على الماكينة السابقة كلهم في الماكينة الجديدة. هذا الجير وركبناه مع الكلتش، كل اموره طيبه. طبعا هذا الجير السلف، الكلتش داخل. عندنا الثلاجه هنا، الثروتر او فتحتها شفت الثروتر هنا كله معدوم وداخل في ماي، لان الماكينه ما ادري جايه من ورد اليابان، فممكن هناك كان في مطر كثير عندهم او شيء فدخل داخل هنا ماي. طبعا قلت ببطل الثلاجه، بنظف الثلاجه كلها. قلت تدري ما نحتاج الكلام حاليا، فوش سويت؟ بطلت الثروتر، نظفت الثلاجه كلها من داخل مضبوط، نظفت الثروتر بديزل، نظفت البلوت كلها بديزل، نظفت الحوض حق الجير بديزل. فالحين نقول كذا كل شيء جاهز، بس ما بقي علينا الا ناخذ الماكينه ونسقطها داخل الحوض حق السياره. طبعا هذا راح ياخذ منا وقت كبير ان نركبها كامل. بعدها جهزنا الموتور للتركيب، الكفرات شلناها وكل شيء صار مرتب. رفعت الماكينة بالكرين عشان تدخل الحوض بكل سهولة. هنا كان التركيز عالي، الجير لازم يجي على اليسار، وابدأ انزلها بشويش وانا حذر من علبة الباور والقطع اللي اساسا احنا ما فكيناها من البداية. لحظة جلوس الماكينة على الكرسي، احساس فاير. فجأة الوالد دخل علينا الجراج يتأكد ان كل شيء ماشي صح، وبصراحة اعطاني طاقة وحماس، خاصة اني لحالي بالجراج والجو كان ممل شوي. الملابس excuse me خلاص راحت فيها وصارت وسخة مرة. هذه ضريبة الشغل في السيارات. نرجع، تثبيت الكراسي مو لعبة، لازم تنزل تحت السيارة وتوازنها صح. بدأت بالكراسي الجانبية اليسار واليمين، بعدها الأمامية والخلفية، والكرين يظل ماسك الماكينة لآخر لحظة عشان أي تعديل سريع. ومن هنا بدأ الماراثون. ركبت الدينامو بعد الكمبرسر، وكان تحدي ضيق مرة. ركبت علبة الباور والهيدرز وكل مسمار شديته صح، بعدها مواسير المايه وعلبة الكلتش. وهنا كنت أدعي ما تخترب بعلبة الكلتش لأني فتحتها وهي مضغوطة.
وبديت في تركيب الضفيرة كلها، الانجكترات والحساسات. هي سهلة بس يبغالها صبر وتعرف وين كل واير يروح فيه. بعد ما خلصت الهجاز وكل شيء جينا للراديتر. تركيبه يكون طبق من تحت وبلطين تقريبا فوق مع قاعدتهم. شبكت المراوح والأهواز دخلت مكانها مضبوط. بعدين قاعدة البطارية، الأسلاك تأكدت منها. ركبت قربة الهواء، حسيت نفسي قربت من خط النهاية. بس ما خلصنا. يا حبيبي ركبنا الضفيرة كلها. شوفوا هنا عندي كل الأمور تقريبا ساقطة ما عدا هذا الواير ما نعرف وين نروح، مع ان الماكينة نفس الماكينة السابقة بالضبط. ما نعرف وين نروح. خلينا نشوف الماكينة الثانية ممكن نشوف لها حل. لو الماكينة الثانية أنا خلاص وصلت هذا الواير، وصلت الوايرات كلها بس ما في شيء. اوه هذا اعتقد هو نفس الفيش. ايوه هذا هو. وينه يا حبيبي وينه؟ المفروض انه اهو في هذا الجهة. ايوه هذا هو وصلنا له. باقي العكوس. فتحت الجانبينات والكليبرات وركبنا العكس في الجهتين. وهنا لازم اتأكد كل المسامير البلوط تكون مركبة صح مثل اول. اي غلط هنا ممكن يجيب فينا العيد. واخيرا الكبوت رجع مكانه ووزننا ميزانيته. وتركيب الكفرات. يا حبيبي افضل كفر من تركيب السيارة. خلاص نسكر على هذا ونقول شغلنا خالص. هنا لحظة النظرة الأخيرة. شوفوا كيف السيارة رجعت كل شيء مرتب مثل ما كان ويمكن أحسن. كذا نقول شغل اليوم تقريبا خالص. باقي بس نصب لها الماي، نشوف الزيت حقها وندكسها. بس المشكلة اللي عندي ان المفتاح حقها ما اشوف. زي ما قلت لكم السيارة هذه جالسة عندنا فترة طويلة، فمفتاحها ظليت ادور عنه ما حصلته. بس عندي مفتاح سبير يفتحها لكن ما يشغلها، يبغى له برمجة. الشغل هنا كذا خلص. وبي كونتينيو فيديو جديد. يلا سلام.